انا كنت زيك بالظبط، فاكر ان الشواذ دول في الرجاله بس، وما كنتش اتخيل ان في ستات شواذ بتمارس حاجات وحشه مع ستات زيها. انا مش عارف ايه القرف اللي احنا بقينا فيه ده، تحس ان يومين كمان وربنا هيرسل علينا نار من السماء بسبب القذاره وقله الادب اللي بقى فيها المجتمع. والمصيبه بقى ان الستات الشواذ دول مش قليلين في مجتمعنا، والمصيبه الاكبر ان الستات دول مش بيبان عليهم ان هم شواذ. يعني ممكن تلاقي حد حواليك كده وانت مش حاسس بيه، بس في علامات لو شفتها على واحده بنسبه كبيره دي هتبقى شاذه، وكل ده ان شاء الله هنعرفه في حكايتنا. يلا بينا نبدا على طول، بس قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو عايز تعمل لايك واشتراك دلوقتي يا ريت. عايز تستنى لحد ما تشوف المحتوى يستاهل ولا لا برضه ماشي، علشان ان شاء الله المحتوى يعجبك، وهبقى افكرك في الاخر ان شاء الله. انا احمد حسني وده برنامج الحكايه من الاخر. اهلا بحضراتكم. اللي في الصوره دي اسمها فاطمه صالح، بنت عندها 17 سنه ومن محافظه القاهره تحديدا منطقه امبابه. فاطمه من صغرها وهي عندها كبت رهيب بسبب تربيه ابوها وامها، لانها كانت البنت الوحيده وكانوا بيخافوا عليها جدا، وكان ليها اخ اكبر منها ب8 سنين وكان اسمه مصطفى صالح. المهم بعدها بفتره العيشه تبقى غاليه جدا على ام فاطمه، لان جوزها ساب لها البيت خالص ومشي ومحدش يعرف طريقه فين، فامها اللي اسمها شاديه اضطرت تنزل تشتغل علشان تعرف تصرف على اولادها فاطمه ومصطفى. وساعتها فاطمه بيبقى عندها 15 سنه وبتبقى في ثالثه اعدادي، والحمد لله فاطمه تنجح في الاعداديه بس تجيب مجموع قليل جدا، علشان كده ما بتعرفش تدخل ثانوي عام، فبتقدم في مدرسه ثانويه تجاريه بنات. وهنا بقى المصيبه، لما بتخش المدرسه بتتعرف على شله بنات مش كويسه، لدرجه ان هم كانوا بيجيبوا افلام مش كويسه في المدرسه وبيتفرجوا عليها. ومره على مره فاطمه تبدا تحب الافلام دي، واتعلمت من صحابها انها تخش على مواقع الافلام اللي مش كويسه علشان تتفرج على الافلام اكتر واكتر. وطبعا امها واخوها مشغولين في حياتهم ومفيش حد منتبه لتربيه فاطمه خالص. والمصيبه بقى ان فاطمه ادمنت الافلام الوحشه دي وما بقتش تستكفي انها تتفرج على افلام العاديه، وبقت بتتفرج على افلام من نوعيه الشذوذ والصحاب. وهنا بقى المصيبه الكبيره، ان فاطمه بقت بتستمتع جدا بالحاجات دي، وبقى نفسها جدا انها تعمل حاجه زي دي مع بنت زيها، ولكن الموضوع بيبقى صعب جدا ومستحيل بالنسبه لها، لانها مش هتعرف تقنع زمايلها ان هم يعملوا كده، لان دي حاجه عكس طبيعه البشر اصلا. ولكن المصيبه بقى ان فاطمه حاولت تتكلم مع زمايلها في المدرسه وتلمح لهم من بعيد لبعيد عن الموضوع ده. زمايلها بيفهموا التلميحات دي وبيعرفوا انها مثليه، علشان كده بيصدوها جامد، واغلب صحابها بيبعدوا عنها ومش بيرضوا يكلموها ولا بيصاحبوها تاني، اللي هو احنا بنهزر مع بعض وبنعمل حاجات وحشه لكن ما توصلش ان احنا نمارس شذوذ مع بعض. انت عبيطه ولا ايه؟ وساعتها سمعتها في المدرسه ما بينها وما بين زمايلها بقت زباله، وكل اصحابها بقوا بيعاملوها وحش جدا، ما عدا واحده بس هي اللي كانت مصاحباها وبتعاملها حلو، وزميلتها دي بيبقى اسمها نجلاء عبد العزيز ومن نفس المنطقه بتاعتها. وللاسف نجلاء دي بتبقى نفس حاله فاطمه بالظبط، بس الفرق الوحيد ان فاطمه اتكلمت واتفضحت ما بين زمايلها، اما نجلاء كانت عارفه ان الموضوع ده مصيبه ومحدش هيقدر يتقبله، علشان كده نجلاء كانت بتخاف تتكلم مع اي واحده او تفتحها في الموضوع. وحتى لما عرفت واتاكدت ان فاطمه دي زيها وعايزه كده كانت خايفه برضه ومش بتقول لها ولا بتصارحها، لحد ما في مره فاطمه هي اللي فتحتها في الموضوع وقالت لها انا عايزه اسالك سؤال بس تجاوبيني بصراحه، هو انت بتحبي الشذوذ وكده ونفسك في حاجه زي كده؟ ساعتها نجلاء تتردد وتقول لها لا طبعا، هو انت بتقولي ايه؟ فتقول لها فاطمه اصل انت الوحيده اللي فضلت صاحبتي رغم السمعه اللي طلعت عليا، وانت الوحيده اللي بتعامليني حلو في المدرسه كلها، وده ملوش غير معنى واحد، ان احنا الاتنين زي بعض، علشان كده انت اخترت تفضلي جنبي وما تبعديش زي كل اصحابي. ساعتها نجلاء تخاف جدا تتكلم مع فاطمه، علشان كده تسيبها وتمشي من غير ما تقول لها انها مثليه زيها. بس نجلاء لما تروح البيت وتفضل تفكر طول الليل تقرر انها تصالح فاطمه وتقول لها انها مثليه زيها ونفسها فيها. ساعتها فاطمه تفرح جدا لانها لقت حد زيها وهتقدر تمارس معاه الشذوذ، ومن اللحظه دي فاطمه ونجلاء يبقوا اصحاب جدا اكتر من الاول. بس المشكله بالنسبه لهم فين المكان اللي هيقدروا يعملوا فيه كده. ولما فاطمه تقول لنجلاء ايه رايك نروح عندك البيت
ونعمل اللي احنا عايزينه؟ ساعتها نجلاء تقول لها لا طبعا مش هينفع عندي خالص، علشان انا ليا اخوات صغيرين وبيتنططوا في الشقه كلها، وامي منبهه عليا اني ما اقفلش الباب على نفسي خالص حتى لو هذاكر، علشان كده موضوع البيت عندي ده مش هينفع خالص لاننا مش هنعرف نعمل حاجه. وبعدها نجلاء تقول لفاطمه ايه رايك نروح عندك انت في البيت؟ انت مش قلتي لي قبل كده انك حبيتي الموضوع ده بسبب المواقع اللي انت كنت بتتفرجي عليها على الكمبيوتر؟ معنى كده انك بتعرفي تقفلي الباب على نفسك في الاوضه وبتعيشي حياتك. فاطمه قالت لها بعرف اعمل كده بس لما اخويا مش بيبقى موجود في البيت، لكن غير كده اخويا برضه بيمنعني ان اقفل الباب على نفسي. نجلاء قالت لها وعلى كده اخوكي بيفضل موجود في البيت على طول؟ قالت لها لا هو بيشتغل علشان يجهز نفسه ويخطب ويتجوز. فنجلاء قالت لها تمام قوي، في الوقت اللي هو مش موجود في البيت يبقى نروح بعد المدرسه نعمل نفسنا اللي احنا بنذاكر ونقفل على نفسنا الباب ونعمل اللي احنا عايزينه. فاطمه قالت لها خلاص سيبيني يوم كده ارتب الدنيا عندي واقول لك ينفع ولا لا. وساعتها فاطمه لما تروح البيت تبدا تفتح الكمبيوتر وتتفرج على الافلام زي ما بتعمل كل يوم، وهنا الشيطان يلعب في تفكيرها اكتر ما هو لاعب ويخليها تشتهي زميلتها نجلاء اكتر واكتر. علشان كده قرر انها تجيب نجلاء البيت ويعملوا الحاجه دي. وتاني يوم على طول فاطمه تقول لنجلاء انها رتبت الدنيا عندها في البيت وانها تقدر تجي لها بكره علشان يعملوا اللي هم عايزينه، بس الكلام ده بعد ما نطلع من المدرسه على طول، علشان احنا بنخرج الساعه 1 وامي بتخلص الشغل الساعه 3، فهيبقى في ساعتين نقدر نعمل فيهم اي حاجه احنا عايزينها قبل ما امي ترجع. وانا كده قلت لامي ان في واحده صاحبتي جايه تذاكر معايا بعد المدرسه، يعني الموضوع هيبقى امان 100% ومش هيبقى فيه اي مشاكل خالص. وساعتها نجلاء تفرح جدا انها تجرب الحاجه دي لاول مره. وفعلا تاني يوم بعد ما يخلصوا المدرسه نجلاء وفاطمه يطلعوا على البيت ويدخلوا على الاوضه ويبداوا يعملوا اللي كان نفسهم يعملوه. والمصيبه بقى ان الوقت جري بسرعه بيهم وكانوا مستمتعين ببعض، ولكن قبل ما الساعه تيجي 3 فاطمه تاخد بالها من الساعه وتقول لنجلاء ان احنا لازم نعمل نفسنا بنذاكر دلوقتي علشان امي ما تشكش فينا لما تيجي. وفعلا على اخر لحظه يظبطوا نفسهم ويعدلوا هدومهم ويطلعوا الملازم والكتب ويعملوا نفسهم بيذاكروا. ولما امها تيجي وتشوف نجلاء مع بنتها فاطمه بتذاكر تحس ان نجلاء مجتهده في المذاكره وهي اللي هتعدل حال بنتها المايل. وساعتها تسلم على نجلاء وتتعرف عليها وتقول لها خلي بالك من فاطمه. وفضل الحال ده مستمر كتير جدا اكتر من سنه. والمصيبه بقى ان نجلاء وفاطمه كانوا بيحبوا بعض وبيعتبروا بعض متجوزين، حاجه كده في منتهى قله الادب والقرف. المهم لحد ما في يوم اخوها مصطفى تعب فجاه في الشغل ورجع البيت بدري علشان يرتاح شويه من التعب اللي كان فيه. وفي نفس الوقت نجلاء وفاطمه كانوا في البيت بيمارسوا الشذوذ. وفجاه اول ما يدخل من باب الشقه يلاقي اخته قافله على نفسها باب الاوضه وبتضحك بصوت عالي، فيستغرب جدا ويفضل يخبط على فاطمه اخته علشان تفتح الباب ويشوف هي بتعمل ايه جوه وايه سبب الضحكه العاليه اللي كانت بتضحكها. بس اخته تقول له ثانيه واحده عقبال ما صاحبتي تلبس الطرحه. وفعلا فاطمه ونجلاء بسرعه يلبسوا هدومهم وبعدها فاطمه تفتح الباب لاخوها. وساعتها اخوها اول ما يشوف نجلاء يعجب بيها جدا لان فعلا كان شكلها حلو ووشها احمر من الكسوف. احب اقول لك ان ده مش كسوف خالص يا مصطفى. المهم وبعد ما نجلاء مشيت من بيتهم مصطفى سأل اخته فاطمه هي نجلاء دي مخطوبه ولا في حد متكلم عليها؟ فاطمه قالت له لا مش مخطوبه ولا بتكلم حد. فقال لها طب ايه رايك في اخلاقها، حلوه ولا وحشه؟ فاطمه قالت له نجلاء دي اكتر واحده محترمه عرفتها في حياتي. وبعدها قالت لاخوها بس بتسال ليه يا مصطفى، في حاجه ولا ايه؟ قال لها انا بفكر اخطبها واتجوزها لانها عجبتني بصراحه اول ما شفتها. فاطمه ساعتها تتصدم وما بتبقاش عارفه ترد تقول ايه، ولكن ترد عليه وتقول له هكلمها لك وهشوف رايها ايه. وتاني يوم في المدرسه فاطمه تكلم نجلاء بضحك وتقول لها ان اخوها مصطفى معجب بيها وعايز يتجوزها. فنجلاء تقول لها بهزار برضو وانت ايه رايك يا فاطمه؟ ساعتها الشيطان يلعب في دماغ فاطمه وتنسى ان ده اخوها خالص وتفكر في مصلحتها وشهوتها هي وبس، وتقول لنجلاء وليه لا، ايه رايك فعلا ان نجلاء تتجوزيه وهي فرصه نفضل مع بعض طول العمر وما نبعدش عن بعض ابدا. نجلاء تستغرب من رد فعل فاطمه لان ده اخوها وما ينفعش تعمل معاه كده، ولكن هي كمان الشيطان بيلعب في دماغها ويتفقوا هما الاثنين ان نجلاء توافق انها تتجوز مصطفى اخوها، بس الكلام ده بعد ما يخلصوا امتحانات الدبلوم لانهم كانوا في اخر سنه في الثانوي التجاري. وفعلا يعدي شهرين وفاطمه ونجلاء يخلصوا الامتحانات وينجحوا كمان، وساعتها مصطفى ياخد امه واخته ويروحوا يتقدموا لنجلاء.
البيت ويتعرفوا على بعض والدنيا تبقى ماشيه زي الفل، وكمان بيقرأوا الفاتحه وبيتفقوا على كل التفاصيل، وبيحددوا ميعاد الجواز واللي بيبقى بعدها بسنه، وكمان بيحددوا ميعاد الخطوبه وبيبقى بعدها بشهر. وخلال الشهر ده مصطفى كان فرحان جدا ان لقى واحده محترمه زي نجلاء، لان ساعتها نجلاء كانت عايشه في دور المحترمه ومش بترضى تكلمه في التليفون خالص غير عن طريق اخته فاطمه. ويعدي شهر وتتم الخطوبه ما بين نجلاء ومصطفى. ولكن لما نجلاء ومصطفى يبداوا يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض، مصطفى يحس ان نجلاء عندها برود في المشاعر زياده عن اللزوم، ونجلاء بتهتم باخته فاطمه ومش بتهتم بيه خالص. بس كان ساعتها بيقول لنفسه ان ده طبيعي وده احترام من نجلاء، مش برود في المشاعر ولا حاجه. ما يعرفش ان هو داخل على مصيبه كبيره جدا هتخرب حياته. المهم ومصطفى بيجهز الشقه بتاعته ما كانش بيفضى خالص، لان كان بيشتغل ليل ونهار علشان يجيب مصاريف تجهيز الشقه. علشان كده كان بيخلي اخته فاطمه هي اللي تنزل مع نجلاء وتنقي حاجاتهم كلها وتوديهم الشقه. وللاسف كل مره كانوا بينزلوا يجيبوا فيها حاجات ويروحوا الشقه كانوا هما الاثنين بيمارسوا الشذوذ في الشقه بتاعت مصطفى. ويفضل الحال ده مستمر كتير جدا لحد قبل الفرح بشهرين يحصل مصيبه لنجلاء بسبب فاطمه، وهم بيمارسوا الشذوذ مع بعض. فاطمه من غير قصدها تبقى السبب في ان نجلاء تفقد عذريتها، وهنا نجلاء وفاطمه يبقوا مصدومين من اللي حصل ويفضلوا محتارين ومش عارفين يعملوا ايه، لحد ما فاطمه تقول لنجلاء انا هسال على دكتور يعمل عمليه ترقيع. وفعلا بسرعه فاطمه تتحرك وتسال على دكتور بيعمل العمليات دي، لحد ما تلاقي دكتور بيعمل العمليات دي بس بمبلغ كبير شويه. فنجلاء وفاطمه يتصرفوا بسرعه في فلوس العمليه دي، وفعلا نجلاء تروح عند الدكتور وتعمل عمليه الترقيع قبل الفرح بمده بسيطه جدا وتنجح عمليه الترقيع. وساعتها نجلاء وفاطمه يمنعوا ممارسه الشذوذ مؤقتا عقبال ما يتم الجواز ما بين نجلاء ومصطفى. وفعلا تعدي فتره قصيره جدا ويجي ميعاد الفرح ونجلاء ومصطفى يتجوزوا. وخلال شهر العسل نجلاء كانت بتستحمل مصطفى بالعافيه لانها حرفيا ما كانش فيه اي شهوه من ناحيه مصطفى خالص. ولكن نجلاء كانت بتحاول على قد ما تقدر انها ما تحسسش مصطفى بكده، بس مصطفى كان بيحس ان نجلاء بارده جدا ولكن ما كانش بيصارحها بالموضوع ده وكان بيمشي الدنيا. وينتهي شهر العسل ويرجع مصطفى تاني لحياته الطبيعيه ويبدا يروح الشغل. وهنا فاطمه اخت مصطفى تبدا تروح عند اخوها كل يوم بعد ما يروح الشغل علشان تمارس الشذوذ الجنسي مع مرات اخوها نجلاء. ويفضل الحال ده مستمر كتير جدا، وكل ما الوقت يعدي مصطفى يبدا يحس ان في حاجه غلط بتحصل ما بين نجلاء مراته وفاطمه اخته، لانها دايما بتبقى في بيته ولما يجي هو فاطمه بتاخد بعضها وتمشي. بس مهما كان بيسرح بخياله عمره ما تخيل ان اخته ومراته بيمارسوا الشذوذ الجنسي. علشان كده في مره قرر ان هو يجيب كاميرا صغيره ويحطها في الصاله بتاعت بيته علشان يعرف اخته ومراته بيعملوا ايه في غيابه. وفعلا جاب كاميرا وربطها بالموبايل بتاعه، واول ما خرج لقى فعلا اخته جت وقعدت شويه مع مراته في الصاله وبعدها دخلوا اوضه النوم. فمصطفى ساعتها استغرب جدا ايه اللي يخلي اخته ومراته يدخلوا اوضه النوم ويفضلوا كتير جوه، وخصوصا ان مصطفى فضل مراقبهم حوالي اسبوعين وفي كل مره نجلاء وفاطمه كانوا بيعملوا نفس الحركه. علشان كده مصطفى كان عنده فضول يعرف هما بيعملوا ايه جوه في اوضه النوم. بس ساعتها مصطفى كان واخد الموضوع ببساطه لانه كان فاكر ان اخته ومراته بيجيبوا رجاله في الشقه، ولما اطمن ان هما مش بيعملوا حاجه غلط ولا بيجيبوا رجاله فالموضوع بالنسبه له كان بسيط خالص. بس برضه كان عنده فضول يعرف نجلاء وفاطمه بيعملوا ايه جوه اوضه النوم. علشان كده قرر ان هو يحط الكاميرا الصغيره دي في اوضه النوم علشان يعرف هما بينيلوا ايه بالظبط. وفعلا بعدها على طول حط الكاميرا في اوضه النوم، واول ما يروح الشغل يفتح الكاميرا ويستناهم يدخلوا اوضه النوم. واول ما يدخلوا ويشوفهم بيمارسوا الشذوذ مع بعض مصطفى ساعتها كان هيتجنن من اللي شايفه قصاد عينه، ومن كتر الصدمه ما كانش عارف ينطق بولا كلمه غير ان يروح على البيت بسرعه ويفتح باب الشقه ويدخل اوضه النوم. واول ما شافهم هما الاثنين من غير هدوم فضل يضرب فيهم هما الاثنين وكان عايز يموتهم بجد. ولكن هما الاثنين عشان يدافعوا عن نفسهم نجلاء مراته ضربته على راسه بحته حديده بس الضربه كانت قويه. في اللحظه دي من قوه الضربه مصطفى يقع على الارض ميت، ونجلاء كانت مفكره ان مصطفى اغمى عليه بس وما ماتش. ولكن بعد شويه نجلاء وفاطمه لما حبوا يفوقوا مصطفى لقوه ما فيهوش نفس وساعتها يعرفوا ان هو مات. في اللحظه دي نجلاء وفاطمه ما بيبقوش مصدقين اللي حصل ده وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي ولا يعملوا ايه. وفاطمه ونجلاء بغبائهم قرروا ان هم يصوتوا ويلم عليهم الناس على اساس ان مصطفى مات موته طبيعيه. وفعلا لما
لما يصوتوا الناس تتلم عليهم، وساعتها نجلاء تجود من عندها وتقول ان مصطفى اتزحلق على دماغه ومات، وكان باين عليهم ان هم مرتبكين جدا. فالجيران ساعتها تشك ان مصطفى مات مقتول، فيبلغوا البوليس فورا علشان يجي ويشوف فعلا ان مصطفى مات مقتول ولا مات موته طبيعيه. ولما البوليس يجي يعرفوا من شكل الاوضه اللي مصطفى كان مقتول فيها ان كان فيها خناقه، لان الاوضه كان شكلها متبهدل جدا. فالبوليس يتحفظ على الاثنين ويبعت الجثه للطب الشرعي علشان يعرفوا الطريقه اللي تمت بيها حاله الوفاه. وخلال مده قصيره جدا تقرير الطب الشرعي يطلع ويثبت ان مصطفى اتعرض لضربه قويه جدا على راسه من ورا. وساعتها رئيس المباحث لما يجي يحقق مع نجلاء وفاطمه ويواجههم بتقرير الطب الشرعي في الاول ينكروا، ولكن بعد الضغط عليهم يبداوا يعترفوا بكل حاجه عملوها. رئيس المباحث اول ما يسمع اعترافاتهم ويعرف انهم شواذ كان هيعمل لهم حركه بمناخيره، بس مسك نفسه وبعدها يؤمر بتحويلهم لمستشفى الامراض العقليه علشان يطمن على قواهم العقليه، لان الكلام اللي بيقولوه ده ما يدخلش العقل. وفعلا بعد تحويلهم والكشف على قواهم العقليه يطلع التقرير ويثبت ان عقلهم سليم 100%. فساعتها رئيس المباحث يقفل القضيه ويبعتها للنيابه، وبعدها يتحولوا للمحكمه علشان يتحكم عليهم. وفعلا يتحكم على نجلاء بالاعدام وفاطمه تاخد 10 سنين سجن. اللي في الصورة دي المفروض تاخد جايزة أندل وأوحش واحدة في العالم، لأنها عملت حاجات صعب جدا إن ست عربية ومسلمة تعملها، لدرجة إنها مارست الشذوذ مع ست غيرها. ويا ريت الموضوع يقف على كده وبس، لأ دي عملت مصايب تانية كتير أكبر من الشذوذ بمراحل. إيه هي المصايب اللي عملتها؟ وإزاي واحدة ممكن تدخل في سكة الشذوذ؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة إن شاء الله. قبل ما أبدأ حابب أشكر الناس اللي بتعمل لايك واشتراك قبل ما بتشوف الفيديو، والله دي ثقة كبيرة جدا منكم. شكرا جدا لحضراتكم واحلى تحية. لو كنت من الناس دي يا ريت تعرفني في الكومنتات. صلى على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة دي اسمها امال محمد عبد الوهاب وعندها 40 سنة ومن محافظة الجيزة، تحديدا منطقة اسمها الوراق. امال شخصيتها من اصعب الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، لانها بتاعت مصلحتها من الدرجة الاولى، وكانت ماشية بمبدأ اعمل اللي انت عايزه فيا بس اهم حاجة هات فلوس، ومش مهم بقى الفلوس دي جاية من حلال او من حرام، اهم حاجة ان الفلوس تيجي. علشان كده كانت بتعمل علاقات محرمة بمقابل مادي. والمصيبة انها كانت متجوزة راجل محترم جدا اسمه مصطفى السيد، كان بيتقي ربنا وبيصلي الفرض في فرضه، ولكن للأسف ما كانش داري بالبلاوي اللي بتعملها مراته امال، لانه كان شغال عامل في مصنع طوب في منطقة اسمها الصف، وما كانش بيروح البيت غير يومين بس في الاسبوع، وباقي الاسبوع غايب عن البيت، ومراته بتعمل اللي هي عايزاه. والمصيبة ان امال كانت مخلفة بنت اسمها حبيبة، كان عندها 16 سنة وهما الاتنين سر بعض، لان حبيبة كانت عارفة ان امها بتمشي مشي شمال، وكانت بتداري عليها وما كانتش بتقول لابوها اي حاجة عن الشباب والرجالة اللي كانوا بيجولها الشقة. وفضل الحال ده مستمر فترة لحد ما مصطفى حصل مشكلة عنده في الشغل، وعمال المصنع كانوا عاملين اضراب وما كانوش عايزين يشتغلوا بسبب قلة المرتبات اللي المصنع كان بيديها لهم. علشان كده المصنع وقف خالص، ومصطفى اضطر يروح البيت علشان يستريح، ولكن اتفاجئ ان مراته امال معاها راجل غريب في الشقة وفي اوضاع مخلة للاداب. ساعتها مصطفى اتصدم من المنظر اللي قصاد عينيه، وحاول يخلص عليهم هما الاتنين بس معرفش، لانه كان كبير في السن وكمان كان عنده مشكلة صحية. علشان كده فضل يزعق ويشتم فيهم لحد ما الناس اتلمت وفضحهم. وفي نفس الوقت ده حبيبة بنته كانت نايمة في الأوضة بتاعتها، وصحيت على زعيق أبوها وعملت نفسها عبيطة وإنها ما تعرفش حاجة عن البلاوي اللي بتعملها أمها. وساعتها مصطفى كان مصمم إن هو يطلب لهم البوليس علشان يجي ياخدهم، ولكن الناس الكبيرة والعاقلة في المنطقة نصحوه إن هو ما يبلغش البوليس، لأنه لو عمل كده يبقى بيبوظ سمعة بنته حبيبة بإيده، وانه محدش بعد كده هيرضى يتجوزها. وبعد محاولات كتير من اهل المنطقة مصطفى يقتنع بكلامهم ويقرر ان هو ما يبلغش البوليس. بس في نفس الوقت مصطفى طلع ذكي ومضى امال بتنازل عن جميع حقوقها، وبعد كده طلقها وطردها هي وبنتها حبيبة بره الشقة خالص. وبصراحة انا مش عارف هل اللي عمله مصطفى ده ذكاء منه علشان ما يتفضحش اكتر واكتر، ولا غباء منه وكان مفروض يبلغ البوليس. يا ريت تكتبولي ايه افضل تصرف
كان ممكن يتصرفوا في الموقف ده. مستني رأيكم في الكومنتات، هتابعها كلها ان شاء الله. المهم ساعتها امال كانت عاملة حسابها على اليوم ده، علشان كده كانت محوشة فلوس، ولما جوزها طردها راحت واجرت شقة في منطقة بعيدة عن منطقة الوراق، وعاشت هناك هي وبنتها حبيبة. والمصيبة ان امال عرضت على بنتها انها تشتغل معاها في القرف اللي هي بتعمله ده، ولكن حبيبة رفضت وقالت لها انا مستحيل اشتغل معاكي وابيع نفسي لاي حد رخيص. فامل لما حست ان بنتها بتغلط فيها وبتشتمها قالت لها طالما انت بتقولي عليا رخيصة يبقى تنزلي تشوفي لك شغلانة وتصرفي على نفسك بيها. وفعلا حبيبة بيبقى عندها كرامة وبتنزل تدور على شغل، وبعد لف كتير بتلاقي شغلانة في محل بيع أدوات الميك اب ومستلزمات العناية بالبشرة. فحبيبة وافقت إنها تشتغل في المحل ده بالرغم إن المرتب كان قليل. ويعدي يوم والتاني وصاحب المحل يبدأ يلاغي في حبيبة على أساس إنها تيجي معاه سكة ولا حاجة، ولكن حبيبة بتطلع محترمة ومش بتديله أي وش. وفي نفس الوقت ده حبيبة كانت بترجع البيت تعبانة جدا، لانها كانت بتفضل 12 ساعة شغالة واقفة على رجليها بتبيع للزباين. وساعتها امها لما كانت بتشوفها بالمنظر ده كانت بتتريق عليها وبتقول لها بتاخدي كام يعني مقابل التعب ده كله؟ فحبيبة قالت لها باخد 3000 جنيه في الشهر. فساعتها امها امال كانت عايزة تستفزها وتبين لها انها بتتعب على الفاضي، علشان كده امال ضحكت باستهزاء لحبيبة وقالت لها ال 3000 اللي انت بتاخديهم في الشهر انا ممكن اجيبهم في يوم واحد بس. وبرغم ان حبيبة عارفة ان الفلوس دي حرام وبتبقى لعنة على صاحبها، الا انها اتأثرت بكلام امها وصعبت عليها نفسها وقالت اشمعنى انا بتعب علشان اخد ملاليم اخر الشهر وغيري مش بيتعب اصلا وبياخد مرتب الشهر كله في يوم. والمصيبة ان الفكر ده فضل يجي في بالها على طول وكان معقدها نفسيا، بس حبيبة كانت بتحاول تقاوم. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي 4 شهور، لحد ما في مرة صاحب المحل بتاع الميك اب حاول يعتدي على حبيبة في قلب المحل، ولكن الحمد لله حبيبة عرفت تخربشه في وشه وتصوت وتلم عليه الناس وعملت له فضيحة في قلب الشارع. ساعتها صاحب المحل حاول يبرأ نفسه وقال انها بتتبلى عليا علشان شافها وهي بتسرق فلوس من الدرج، بس حبيبة بتطلب تفريغ الكاميرات. ولما صاحب المحل قال ان الكاميرات بايظة حبيبة كدبته وحلفت انها شغالة. وفعلا بعد تفريغ الكاميرات اتضح للناس ان حبيبة مظلومة، علشان كده حبيبة خيرت صاحب المحل ما بين خيارين. اول اختيار انها هتبلغ عنه البوليس وهتعمل له قضية اعتداء ودي فيها سجن حوالي 3 سنين، وتاني اختيار ان هو يديها تعويض كبير مقابل انها ما تبلغش البوليس. فصاحب المحل علشان ما يتفضحش اكتر واكتر اختار ان هو يدفع تعويض 25,000 جنيه ويريح دماغه. ساعتها حبيبة أول ما أخدت الفلوس فرحت جدا لأنها أول مرة في حياتها تمسك مبلغ زي ده، علشان كده روحت البيت وقررت إنها مش هتنزل تشتغل ولا تمرمط نفسها تاني وهتفضل قاعدة في البيت تصرف ال 25,000 اللي أخدتهم. ويعدي شهر والتاني والفلوس اللي معاها بدأت تخلص، فحبيبة فكرت إنها تنزل تدور على شغل من تاني وتشتغل، ولكن افتكرت التعب اللي كانت بتتعبه مقابل مرتب بسيط. وفي نفس الوقت بصت على أمها لقيتها مدلعة اخر دلع ومعاها فلوس كتير، علشان كده الشيطان بدأ يلعب في دماغها وقال لها ليه تتعبي وتتبهدلي وتذلي نفسك للي يسوى وما يسواش لما ممكن تقعدي في البيت معززة مكرمة وتعملي زي امك وتكسبي فلوس كتير. ساعتها حبيبة مخها كان هيتفرتك من كتر التفكير، ولكن للأسف في الآخر قررت انها تبيع نفسها وتعمل زي امها. فأمال أول ما عرفت ان بنتها تشتغل معاها فرحت جدا، لأن أمال بدأت تتعب جسديا بسبب ان سنها كبر، فلما بنتها حبيبة هتشتغل معاها هتشيل عنها اغلب الشغل. علشان كده امال قالت لحبيبة انت كده اتصرفتي صح، لان احنا بنعمل الحاجة دي غصب عننا علشان نعرف ناكل ونشرب ونصرف على نفسنا. وعلى رأي المثل المضطر يركب الصعب. طبعا الكلام اللي بتقوله امال ده كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها المضطر يركب الصعب، لان الحلال بين والحرام بين. بالعكس دي اللي بتعمله ده مش حرام وبس، ده كبيرة من الكبائر. المهم ساعتها حبيبة تقتنع
تقتنع بكلام امها وتبدأ تشتغل معاها في السكة المحرمة دي. ويوم ورا يوم الفلوس بدأت تبقى معاها كتير، وفضل الحال ده مستمر فترة حوالي 5 شهور لحد ما فجأة امها امال تتعب. في الاول كانوا فاكرين ان ده شوية برد شديد وهيعدي، ولكن لما امال بدأت تتعب جامد جدا وحست ان صدرها وجعها ومش قادرة تتنفس، طلبت من بنتها حبيبة انها توديها المستشفى بسرعة. ولما راحت المستشفى الدكاترة حاولوا يلحقوها، ولكن حالتها كانت بتسوء اكتر واكتر. فساعتها الدكاترة بدأوا يشكوا ان امال عندها عوز مناعي، لانه لما عملوا لها تحليل المناعة بتاعتها طلعت ضعيفة جدا. علشان كده بسرعة عملوا لها تحليل دم شامل علشان يشوفوا ضعف المناعة ده جاي منين. ولما التحليل ظهر يكتشفوا ان منال عندها HIV. ساعتها حبيبة اول ما سمعت كده ما كانتش فاهمة يعني ايه HIV، ولكن لما فهمت من الدكاترة ان امها عندها الايدز في مراحل متأخرة اتصدمت وانهارت من العياط، لانها خافت على نفسها لحسن يكون عندها الايدز هي كمان. فبسرعة طلبت من الدكتور ان هو يكشف عليها ويعمل لها تحليل الايدز علشان تتأكد انها ما تنقلهاش العدوى منها. فالدكتور طمن حبيبة وقال لها ما تقلقيش، مستحيل يبقى عندك الايدز، لان الايدز مش بيتنقل غير عن طريق العلاقة او الحقن الملوثة. وبعد كده الدكتور قال لها اهم حاجة دلوقتي ان احنا نطمن على امك ونحاول نعالجها. فحبيبة اتعصبت على الدكتور وزعقت له وقالت له تغور امي في داهية، انا بقول لك اعمل لي التحاليل دلوقتي حالا علشان اطمن على نفسي. وفعلا الدكتور يعمل لها التحاليل ويستنى النتيجة تطلع. وفي نفس الوقت ده امها امال حالتها بتسوء خالص وبتتوفى. واتضح من التقارير ان امال عندها الايدز ده من 20 سنة من غير ما تعرف علشان كان ضعيف، ولكن في نفس الوقت كان بينتشر في جسمها وبيضعف المناعة بتاعتها ببطء من غير ما تاخد بالها، علشان كده مناعتها اتدمرت فجأة وتوفت. ساعتها حبيبة اول ما سمعت كده خافت على نفسها اكتر واكتر، وفضلت تدعي على امها لانها هي السبب في دخولها السكة دي. وفي نفس الوقت اخدت عهد على نفسها ان لو ربنا كرمها وما طلعش عندها الايدز مش هتمشي في السكه دي تاني. وبعدها على طول النتيجه تطلع ويتضح انها ما عندهاش الايدز. ساعتها حبيبه طارت من الفرحه وفضلت تزغرط وترقص جوه المستشفى، وبرغم ان امها كانت ميته بس ولا كان هاممها اي حاجه، لدرجه انها ما كانتش عايزه تستلم امها ولا تدفنها. ولكن المستشفى طلبت لها الشرطه وخلتها تستلم الجثه بالعافيه وتدفنها. ومن اللحظه دي حبيبه قررت انها مش هتمشي في السكه دي تاني، لانها سكه كلها قرف ومرض. وساعتها حبيبة كانت فرحانة جدا في الرجالة اللي كانوا بيجوا لأمها، لأن أي واحد عمل حاجة محرمة مع أمال آخر 20 سنة كده يبقى اتعدى منها. ولكن فجأة حبيبة اتصدمت والفرح ده اتحول لحزن، لأن كده أبوها مصطفى 100% اتعدى من أمها أمال. فساعتها حبيبة كانت محتارة تقول لأبوها يعمل تحاليل علشان يتعالج ولا تطنش وكأنها معرفتش أي حاجة وتسيبه يواجه نصيبه، خصوصا إنها كانت زعلانة من أبوها لانه تخلى عنها ورماها مع امها في الشارع. علشان كده بعد تفكير كتير قررت انها ما تقولش لابوها ولا تجيب لنفسها صداع. وفضلت حبيبة قاعدة في الشقة اللي سابتها لها امها وبتصرف من الفلوس اللي كانت محوشاها. ولكن بعد فترة حوالي سنة الفلوس اللي معاها بدأت تخلص، فحبيبة فكرت انها ترجع تشتغل الشغل اللي كانت بتشتغله مع امها، بس افتكرت الامراض والقرف اللي ممكن يتنقل لها وممكن تموت زي امها. علشان كده قررت انها ما تفكرش في الموضوع ده تاني، وخصوصا انها ما عندهاش ميول قوي للرجالة ولا حابة الموضوع ده. فساعتها بدأت تدور على شغل يكون فلوسه كتير، وما كانش هاممها الشغل ده حلال ولا حرام، اهم حاجة الفلوس تكون كتير. وفي مرة كانت بتسأل واحدة صاحبتها اسمها ليلى على شغل، فصاحبتها قالت لها انا عندي ليكي شغلانة حلوة جدا وبمرتب كبير، بس مش عارفة الشغلانة دي هتناسبك ولا لا. فحبيبة قالت لها طالما المرتب كبير يبقى هتناسبني طبعا. فصاحبتها ليلى اخدتها وودتها لمكان الشغل اللي هو عبارة عن شقة مفروشة. فحبيبة في الاول رفضت الشغل ده علشان كانت بتحسبه شقة دعارة، ولكن لما اخدت بالها ان المكان مفهوش رجالة خالص وكله ستات فاستغربت جدا، وكان عندها فضول تعرف ان الشغل ده عبارة عن ايه. علشان كده قابلت صاحبة المكان اللي اسمها نورة علشان تشرح لها الشغل. فنورة قالت لها قبل اي شيء اي كلمة او اي حاجة تشوفيها هنا تبقى في سرية تامة ومفيش مخلوق على وجه الارض يعرف عنها حاجة. فحبيبة قالت لها والله العظيم يا استاذة انا ما هفتح بقي خالص. فنورة قالت لها حلو، الشغل بتاعك عبارة
عبارة عن انك هتخدمي البنات اللي موجودة في الشقة، ومقابل امانتك وسكوتك وشغلك هديكي 30,000 جنيه في الشهر. حبيبة اول ما بتسمع المبلغ بتنبهر وتقول لها انا موافقة طبعا، وفعلا تاني يوم تنزل الشغل وتبدأ تخدم عليهم. ولكن ساعتها حبيبة كانت هتموت وتعرف البنات دي بتعمل ايه جوه في الأوضة، لان كل شوية تلاقي 2 داخلين الشقة وبيحجزوا الأوضة وبيدخلوا هما الاتنين فيها. وفضل عندها الفضول ده لحد ما فهمت ان الشقة دي مفروشة ولكن مش للدعارة العادية، لا للشذوذ، او بمعنى اصح السحاق. والمصيبة ان حبيبة لقت نفسها بتتشد للموضوع، وكانت عايزة تجرب وتعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، خصوصا انها ما عندهاش ميول قوي للرجالة. علشان كده بدأت تتكلم مع نورة صاحبة المكان انها عايزة تجرب الحاجة دي. فنورة قالت لها لو نفسك فعلا اظبط لك واحدة تعيشي معاها شوية. وفعلا خلال وقت قصير جدا حبيبة تجرب الموضوع ده مع واحدة، ولكن تحس ان الموضوع مقرف جدا وما فيهوش اي جاذبية. بس في نفس الوقت تاخد بالها من تفصيلة مهمة جدا، ان اغلب الستات اللي بتيجي الشقة اغنياء ومعاهم ذهب وفلوس كتير. فحبيبة بدأت تفكر انها لو سرقت الذهب والفلوس بتاعت الستات دي هتبقى غنية وتعيش عيشة مرتاحة طول عمرها. بس المشكلة بالنسبة لها هتسرق الفلوس والذهب ازاي من غير ما حد يشك فيها او يمسكها. وفضلت تفكر كتير ولكن ما لقيتش اي طريقة، فقررت انها تصرف نظر عن موضوع السرقة ده وتشتغل زي ما هي. ولكن بعد فترة وهي بتشتغل يجيلها فكرة انها ممكن تجيب منوم وتحطه في المشروبات اللي بتقدمها للستات، ولما يناموا تبقى تسرق الذهب والفلوس منهم براحتها، وبعد كده تهرب في اي حتة بعيدة وتعيش حياتها. وفعلا كانت خلاص رايحة تجيب المنوم علشان تنفذ الفكرة بتاعتها، ولكن بترجع في كلامها في اخر لحظة، وبدل ما تجيب منوم بس جابت سم قوي كمان علشان تخلص عليهم مرة واحدة. لان قالت لنفسها لو جبت المنوم وسرقت منهم الفلوس والذهب 100% هيعرفوا ان انا اللي سرقت وهيبلغوا عني ويتقبض عليا. ولكن لو حطيت المنوم والسم مع بعض وتوفوا هقدر اهرب انا في اي حته من غير ما حد يبلغ عني البوليس. وحتى لو البوليس جه مفيش حاجه تثبت ان انا كنت موجوده معاهم في الشقه اصلا. وفعلا من غير تفكير كتير جابت المنوم والسم القوي وحطيته للستات كلها اللي في الشقه اللي كانوا حوالي 5. وبعد ما فقدوا الوعي سرقت منهم الذهب والفلوس وهربت، وكانت فاكره ان كده خلصت على كل الموجودين. ويعدي ساعه والتانية ونورة صاحبة الشقة فاقت وهي عندها ألم في بطنها جامد، ففضلت تصرخ من الوجع اللي في بطنها. وفي نفس الوقت لما دخلت الأوضة بتاعت الستات اكتشفت ان ال4 ستات اللي كانوا موجودين في الشقة فاقدين الوعي. ففورا لبستهم هدومهم وطلبت الإسعاف علشان يلحقوها من الوجع اللي في بطنها، وفي نفس الوقت يشوفوا الستات دول عايشين ولا ميتين. وخلال وقت قصير جدا الإسعاف تيجي وتنقلهم المستشفى، وساعتها الدكاترة يكتشفوا ان في 3 ستات متعرضين لتسمم شديد، والست الرابعة كانت اتوفت من السم ده. فالمستشفى تبلغ البوليس علشان ييجوا يحققوا في الموضوع. ولما البوليس يجي ويحقق مع نورة ويسألوها ايه اللي حصل بالظبط، نورة تقول لهم انها كانت عازمة اصحابها عندها في الشقة وكانت جايبة شغالة اسمها حبيبة تخدم عليهم، وتقريبا هي اللي عملت كده لان انا لما فقت لقيتها هربت والذهب اللي كان في ايدي وفي ايدي الستات مسروق. ففورا البوليس ياخدها علشان يروحوا يعاينوا الشقة اللي حصل فيها التسمم. ولما نورة توديهم الشقة يكتشفوا ان في كاميرات سرية نورة مركباها. فلما سألوها ما قلتيش ليه في التحقيق ان الشقة فيها كاميرات، نورة سكتت خالص وما كانتش عارفة ترد بايه. فرجال الامن لما يفرغوا الكاميرات يكتشفوا فعلا ان حبيبة هي اللي عملت كده، ولكن يكتشفوا كمان ان الشقة دي عبارة عن شقة مشبوهة بيتم فيها ممارسة الشذوذ، علشان كده بيتم القبض على نورة والستات التانية. وفي نفس الوقت البوليس كان بيدور على حبيبة، وخلال ايام من البحث والتحريات يتم القبض على حبيبة في محافظة بني سويف وتتوجه لها تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على حبيبة بالإعدام، ويتحكم على نورة والستات التانية كل واحدة فيهم بسنة سجن. تخيل واحد يروح يزور أمه في شقتها يلاقيها واقعة على الأرض وهي من غير ملابس، فيتخض ويجري عليها علشان يشوف في إيه. فوهو رايح عليها يكتشف إن في ست تانية غير أمه موجودة معاها في الشقة ومرمية على الأرض برضه وبتبقى من غير هدوم. وساعتها لما يقرب من أمه يكتشف مصيبة. إيه هي المصيبة دي ورد فعله كان عامل إزاي لما
لما عرف ان امه من الشواذ. كل ده هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ كالعادة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وخليك فاكر ان المحتوى ده حصري ومش هتلاقيه في اي حتة تانية، فما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكو مرة تانية. اللي في الصورة دي اسمها ماجدة فاروق، عندها 30 سنة ومن محافظة القاهرة، تحديدا منطقة شبرا الخيمة. ومهما تتخيل ماجدة اخلاقها عاملة ازاي، مش هتتخيل المستوى اللي وصلت له ماجدة من الحقارة وقلة الادب. واحب اديك نبذة بسيطة خالص عنها في الاول، واقول لك انها كانت بتمارس الشذوذ مع الستات وهي متجوزة راجل محترم. ويوم ما جوزها حس ان في حاجة غريبة بتحصل في البيت وان ماجدة مش بتديله حقه الشرعي، وبدأ يسأل ماجدة انت بتعملي كده ليه؟ فماجدة ساعتها علشان تريح دماغها رفعت عليه قضية خلع، واتهمته ان هو ما بيعرفش، وكسبت القضية. وبما ان هي كانت مخلفة منه بنت، اخدت الشقة هي وطردته بره. لا وكمان خلته يدفع مصروف كل شهر بسبب انها كانت حاضنة. تخيل واحدة خربت بيتها علشان ميولها الغير اخلاقية، هتعمل ايه بقى لما تكون عصابة وتبدأ شغلها اللي بجد؟ ولكن خلينا نركن البلوى اللي اسمها ماجدة دي على جنب دلوقتي، ونروح للبلوى التانية اللي اسمها بسنت، اللي اقل كلمة ممكن تتقال عليها انها شطانة بالمعنى الحرفي، لانها عملت حاجات صعب جدا بنت في الوطن العربي تعملها. ايه هي الحاجات دي؟ هنعرفها دلوقتي ان شاء الله. المهم بسنت كان عندها 35 سنة ومن نفس المنطقة اللي فيها ماجدة، وبرغم سنها الكبير ده الا انها كانت مش متجوزة، بسبب انها دخلت في سكة الشذوذ دي بدري جدا وهي عندها 20 سنة، يعني بقالها في القرف ده يجي 15 سنة. واللي ساعدها في كده ان ابوها وامها كانوا متوفيين وهي كانت مقطوعة من شجرة وملهاش اي حد يسأل عليها، وكانت عايشة في الشقة اللي ابوها وامها سابوها لها. علشان كده بسنت كانت بتعمل اي حاجة تيجي في بالها، وبتجيب اي حد عندها في الشقة بكل سهولة من غير ما حد يقول لها تلت التلاتة كام. وخلي بالك من المعلومة اللي جاية دي، بسنت كانت بتعرف الستات اللي بتجيبهم عندها في الشقة عن طريق جروبات على الفيسبوك والواتساب والتليجرام الخاصة بمجتمع الميم. وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة جدا لحد ما تحصل مصيبة كبيرة جدا هتغير حياتها 180 درجة. ايه هي المصيبة دي؟ هنعرفها دلوقتي حالا. المهم ماجدة اللي كانت خلعت جوزها في مرة وهي بتتصفح على الفيسبوك عادي، فجاء قدامها جروب خاص بالمثليين العرب، فدخلت واشتركت فيه وشافت كل البوستات اللي كانت منزلاها الناس. ومن ضمن البوستات اللي شافتها بوست كانت منزلاه واحدة باكاونت باسم أميرة بشخصيتي، بتقول فيه انها من منطقة شبرا الخيمة وعايزة واحدة قريبة منها علشان تجيلها الشقة ويقضوا وقت ممتع مع بعض. ساعتها ماجدة اول ما شافت كلمة شبرا الخيمة استغربت، لانها كانت بتحسب نفسها هي الوحيدة في المنطقة اللي ميولها كده، ففورا دخلت واتكلمت مع صاحبة الاكاونت ده علشان تعرف هي منين بالظبط في منطقة شبرا الخيمة، وكمان علشان يرتبوا ميعاد علشان يتقابلوا فيه. وساعتها ماجدة عرفت من أميرة انها ساكنة في منطقة شبرا في شارع كذا.
فماجدة اتفاجئت ان الشارع اللي قالت عليه أميرة ده هو الشارع اللي جنب الشارع بتاعها على طول. فماجدة فرحت وقالت لأميرة ده احنا قريبين من بعض جدا. وساعتها ماجدة حاولت تعرف أميرة دي اسمها ايه الحقيقي، ولكن أميرة مرضتش تقول لها غير لما تتأكد ان ماجدة دي مثلية زيها. وفعلا أميرة وماجدة يحددوا ميعاد مع بعض علشان يتقابلوا الأول في كافيه، وبعد كده لو ارتاحوا لبعض يبقوا يطلعوا البيت يعملوا اللي هم عايزينه. وفعلا تاني يوم ماجدة تروح للكافيه اللي اتفقوا يتقابلوا فيه، وساعتها ماجدة أول ما تشوف أميرة تتفاجئ وفي نفس الوقت تتصدم، لأنها بتكتشف إن أميرة دي هي صاحبتها وجارتها بسنت. فماجدة بتفرح جدا وبتقعد تتكلم مع بسنت كتير، وبتفهم منها هي بتعمل كده من امتى، وبيقعدوا يحكوا لبعض كل حاجة. وبعد كده طلعوا الشقة بتاعت بسنت ومارسوا الحاجات الغير أخلاقية دي، ومن اللحظة دي حياتهم هما الاتنين هتتغير 180 درجة. والمصيبة بقى ان ماجدة وبسنت اكتشفوا عن طريق جروب على الفيسبوك ان في واحدة تالتة معاهم في نفس المنطقة عندها نفس الميول، والواحدة دي بيبقى اسمها نادية وعندها 28 سنة ومتجوزة وعندها ولدين. وساعتها اتكلموا معاها وبقى بيتقابلوا هما التلاتة مع بعض ويمارسوا الحاجات الغير أخلاقية دي، لدرجة ان هما عملوا جروب على الواتساب خاص بيهم هما التلاتة وبس. المشكلة بقى ان هما كانوا بيتقابلوا هما التلاتة كتير مع بعض، مرة في شقة ماجدة ومرة في شقة بسنت. المصيبة بقى ان كل ما الوقت كان بيعدي كانوا هما التلاتة بيتعلقوا ببعض اكتر واكتر، لدرجة ان هما كانوا بيعشقوا بعض وبيعتبروا نفسهم متجوزين، والدنيا كانت ماشية حلوة جدا معاهم ومحدش بيشك فيهم ابدا، لان مين هيشك في 3 ستات اصحاب بيقابلوا بعض؟ فده كان بالنسبة للناس طبيعي جدا، ومحدش كان بيجي في باله ان ماجدة وبسنت ونادية بيتقابلوا مع بعض علشان يمارسوا الشذوذ. وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة جدا لحد ما الظروف بدأت تبوظ مع ماجدة خالص، بمعنى ان الفلوس بدأت تقل مع ماجدة جدا بسبب ان جوزها بطل يبعت لها فلوس النفقة اللي كان بيبعتها لها كل شهر، لانه سافر بره مصر خالص وقرر ان هو ما يرجعش تاني. وساعتها ماجدة بدأت تحتار وما كانتش عارفة تتصرف ازاي وهتصرف منين عليها وعلى بنتها، لدرجة ان ماجدة بدأت تستلف من بسنت فلوس علشان تعرف تمشي الشهر بتاعها وتاكل وتشرب. وفضل الحال ده مستمر لمدة شهرين لحد ما ماجدة تلاحظ ان اغلب الستات على جروبات الشواذ حالتهم المادية متيسرة جدا ومعاهم فلوس كتير، وعرفت كده عن طريق انها كانت بتخش تتكلم مع الستات دولت وتتعرف عليهم، وبتعرف منهم ان هم من عائلات محترمة جدا واغنياء. وساعتها ماجدة لما كانت بتتعرف عليهم وبيقرروا ان هم يتقابلوا، ماجدة كانت بتقول لهم ان هم ييجوا عندها الشقة بس بمقابل مادي، بمعنى ان الواحدة تيجي شقة ماجدة وتمارس معاها الحاجة الغير اخلاقية دي وهي ماشية تديها فلوس مقابل انها استضافتها في الشقة بتاعتها. ساعتها اغلب الستات كانت بترفض تروح لها الشقة اصلا، لانهم كانوا بيحسبوها انها بلطجية او حرامية، علشان المعروف في مجتمع الميم ان الاستضافة بتتم من غير مقابل مادي. وساعتها ماجدة كانت زعلانة جدا على الحال اللي وصلت له ده، بسبب انها ما كانتش عارفة تاكل ولا تأكل بنتها كويس. ولما بسنت ونادية كانوا بيروحوا لها الشقة علشان يمارسوا الحاجة الغير اخلاقية دي، كانوا بيحسوا انها زعلانة بسبب قلة الفلوس. ولما كانوا بيعرضوا عليها انهم يساعدوها كانت ماجدة بترفض وتقول
لهم انا اخدت منكم فلوس كتير كفاية كده. وساعتها ماجدة فضلت تفكر ازاي تجيب فلوس علشان تعيش، لحد ما جه في بالها فكرة شيطانية هتخليها معاها فلوس كتير، وفي نفس الوقت هتنتقم من الناس الاغنياء الشواذ اللي كانوا مفكرينها بلطجية. والفكرة كانت عبارة عن انها تدخل جروبات الشواذ دولت باسم مستعار، وهتبدأ تتعرف عليهم واحدة واحدة، وهتتفق معاهم انها تقابلهم على اساس انهم يعملوا معاها حاجة غير اخلاقية، وهتطلب منهم انها تقابلهم في المكان عندهم مش في المكان عندها. وبعد ما تروح هناك ويمارسوا الحاجة الغير اخلاقية دي هتبقى تهجم عليهم وتسرق الشقة بتاعتهم. بس ساعتها كان بيقابلها مشكلة كبيرة، وهي انها مش هتعرف تسرق لوحدها، علشان ممكن الست اللي تروح لها تبقى اقوى منها وهي اللي تضربها، وممكن ساعتها تمسكها وتبلغ عليها البوليس او تقتلها. علشان كده كانت محتاجة حد معاها يساعدها في الموضوع ده، وطبعا مش هتلاقي احسن من صحابها بسنت ونادية يخشوا معاها في الحوار ده. وفعلا ماجدة تتصل بيهم وتقول لهم تعالوا عندي علشان عايزاكوا في موضوع ضروري. واول ما بسنت ونادية يروحوا عندها تبدأ تقول لهم على كل حاجة فكرت فيها. ساعتها نادية تعترض على كلام ماجدة وتقول لها لا انا مش معاكي في الحوار ده، علشان انا مش هسرق ولا هعرض نفسي للمسؤولية القانونية، لاني عندي بيت وعيال، ولو اتمسكت في حاجة زي كده بيتي هيتخرب وهتطلق. بس ساعتها بسنت تقاطع كلام نادية وتقول للماجدة فكرتك وتفكيرك عجبني جدا وانا موافقة عليه، لان بصراحة حياتي فاضية خالص، وكان نفسي من زمان اخش في مغامرة زي دي واجرب تجربة زي دي. علشان كده انا معاكي في الحوار ده، اولا علشان بحبك وصعبان عليا اشوفك طول الوقت زعلانة بسبب قلة الفلوس، وثانيا علشان انا كمان الدنيا بدأت تبوظ معايا وبدأت افلس. فساعتها ماجدة تفرح وتقول لها انا كنت واثقة فيكي انك بتحبيني وانت الوحيدة اللي هتبقي معايا في الحوار ده. اما بقى بالنسبة للبت الخوافة اللي اسمها نادية، انا هعرف ازاي اخليها تقول لي لا وتعاند معايا. ساعتها ماجدة بصت لنادية وقالت لها بص يا حلوة، في الطبيعي لما الاقيكي مش موافقة تخشي معانا في الحوار ده اقولك براحتك، ولكن انا مش هعمل كده، بالعكس ده انا هدخلك معانا غصب عنك، لانك لو ما جيتيش معانا في الحوار ده انا هفضحك قدام جوزك وقدام ولادك، وطبعا هو اول ما يعرف ان مراته كده هيطلقك فورا. علشان كده بخيرك لتاني مرة، هتيجي معانا ولا هقول لجوزك انك من المثليين؟ ساعتها نادية لما تلاقي بسنت وماجدة واقفين في صف بعض تبدأ تجيب ورا وتقول لهم انا مش بتهدد على فكرة، كل الحكاية ان انا كنت خايفة مش اكتر، ولكن طالما انتوا الاتنين موافقين على الحوار ده انا كمان موافقة اني اجي معاكم علشان نبقى على الحلوة والمرة مع بعض. ساعتها ماجدة تضحك وتقول لها ايوه كده انت كده حبيبتنا. ومن اللحظة دي هيبدأوا هما التلاتة يعملوا ايميلات مستعارة ويدخلوا الجروبات بتاعة مجتمع الميم ويصطادوا اول ضحية. وماجدة بالذات بدأت تدخل وتكلم الستات اللي كلمتهم قبل كده وعرفت منهم ان هما معاهم فلوس كتير واغنياء، وساعتها ماجدة تطلع ذكية وتفضل تتكلم معاهم مدة كبيرة من غير ما تتفق معاهم ولا تقول لهم انها عايزة تقابلهم، على اساس تكسب ثقتهم، وفي نفس الوقت تخلي الستات هم اللي يبدأوا ويقولوا لها ان احنا عايزين نقابلك، علشان لو هي اللي بدأت بالكلام وقالت لهم ان احنا عايزين نتقابل ممكن الستات يشكوا فيها وما يرضوش يقابلوها. وفضلت ماجدة تعمل الحوار ده وتكسب
بثقتهم حوالي شهرين، وخلال الشهرين دولت كانت بتخلي بسنت ونادية يدخلوا ويلاغوا نفس الستات اللي هي بتكلمهم. باختصار يعني ماجدة كانت عاملة استراتيجية علشان توقع الستات بيهم، وفضل الحال ده مستمر لمدة شهرين زي ما قلت لحضراتكم، لحد ما واحدة تبدأ تطلب من ماجدة انها تقابلها علشان يمارسوا الحاجة الغير اخلاقية دي مع بعض. ساعتها ماجدة تقول لها ماشي انا موافقة، ولكن لما الست تبدأ تقول لها على الميعاد المناسب ليها، ماجدة تبدأ تتحجج وتقول لها انا عندي ميعاد مع واحدة في نفس اليوم ونفس الميعاد اللي هقابلك فيه، ولو مش مصدقة هدخلك في الجروب اللي احنا بنتكلم فيه. وتبدأ ماجدة تدخلها بكل ذكاء في الجروب اللي عاملاه ما بينها وما بين بسنت ونادية. وساعتها الست لما تدخل الجروب ده تلاقي نفسها انها عارفة بسنت ونادية، لان كل واحدة بتبقى متصاحبة عليها بشكل شخصي ومنفرد زي ما قلت لكم، فبالتالي الست ما بيبقاش عندها ذرة شك. وكلمة من هنا على كلمة من هنا بيتفقوا هما الاربعة ان هما يتقابلوا عند الست دي. ساعتها ماجدة بتبقى محضرة اسبراي بنج علشان لما يروحوا عند الست دي يرشوها بالبنج ويخدروها علشان يعرفوا يسرقوها. وكمان ماجدة بتبقى جايبة سكينة احتياطي علشان لو حصل اي مقاومة من الست يعرفوا يتعاملوا معاها، او حتى لو الست عامله لهم كمين يعرفوا يتعاملوا معاها برضو. ويعدي يوم والتاني ويجي الميعاد اللي المفروض يروحوا فيه عند الست دي، وفعلا يروحوا هما التلاتة شقة الست دي اللي بتبقى في منطقة اسمها المانيال، وبيبقى لابسين نقاب علشان ما يتعرفوش لو في كاميرات في الشارع. ولكن لما بيوصلوا لشقة الست دي بيقلعوا النقاب علشان ما تشكش فيهم. وفعلا بيدخلوا عند الست دي وبيلاقوا شقتها واسعة جدا، فبيفرحوا وبيبقى عندهم امل ان هم ممكن يلاقوا فلوس او ذهب كتير، فبيتكلموا معاها هم التلاتة علشان تطمن اكتر واكتر. وبعد ما يتكلموا شوية يبدأوا يمارسوا الحاجة الغير اخلاقية دي. وبعد ما خلصوا ماجدة رشت عليها البنج في وشها، وعلى طول الست تبدأ تدوخ وتتخدر خالص. ساعتها هما التلاتة يبدأوا يفتشوا في الشقة علشان يسرقوا اي حاجة موجودة فيها. ومن حسن حظهم ان هما يلاقوا فلوس كتير الست دي كانت شايلاها، وكمان ماجدة خلعت الذهب اللي في ايدين الست دي. وبعد ما يسرقوا كل حاجة يلبسوا النقاب تاني ويروحوا علشان يقسموا الحاجة اللي سرقوها. والمصيبة بقى ان من اللحظة دي هيبدأ يخش في قلبهم هما التلاتة شعور بالمتعة والسيطرة والقوة، لدرجة ان بسنت حست انها لقت نفسها في الموضوع ده، وقالت لماجدة ان هما عايزين يكرروا موضوع السرقة ده تاني، خصوصا انها حست بالنشوة وهي بتسرق الفلوس والذهب. فماجدة قالت لها عندك حق، احنا لازم نكرر الموضوع ده كتير، بس هنهدى شوية لحد ما نشوف الموضوع هيمشي ازاي والدنيا هيحصل فيها ايه. وعلى الناحية التانية الست لما تفوق وتلاقي نفسها اتسرقت تبدأ تفكر تبلغ البوليس ولا لا. وبعد تفكير كتير قررت انها مش هتبلغ البوليس علشان خافت على سمعتها، خصوصا انها معروفة انها ست محترمة، فاتكسفت تبلغ البوليس لحسن يقبضوا عليهم هما التلاتة ويعترفوا انها شاذة، وبكده هيبقى اتفضحت في وسط عيلتها وفي وسط منطقتها. وفي نفس الوقت ده ماجدة وبسنت ونادية لما لقوا انه ما حصلش حاجة والدنيا هادية خالص وما اتقبضش عليهم، بدأوا يكرروا الموضوع تاني مع واحدة تانية بنفس الاسلوب اللي عملوه مع الست الاولانية، وفعلا ينجحوا ويسرقوا لتاني مرة. وبرضو الست ما تبلغش علشان خافت على سمعتها. ساعتها ماجدة وبسنت ونادية كانوا مستغربين جدا، هو ليه الستات مش بتبلغ
بيبلغ البوليس او حتى بينزله على الجروبات. وبعد تفكير كتير بدأوا يجمعوا ويفهموا ان الستات دي خافت على سمعتها لحسن تتفضح، علشان كده ما بلغوش البوليس. فكده اصبح الموضوع بالنسبة لهم هما التلاتة سهل جدا، وهيقدروا يقرروا الموضوع ده بكل سهولة من غير ما يتمسكوا ولا يتقبض عليهم، لان محدش بيبلغ. ولكن هيحصل حاجة ما كانوش متوقعينها خالص. ايه هي الحاجة دي؟ هنعرفها دلوقتي ان شاء الله. ماجدة كانت بتتكلم مع واحدة اسمها منار واتفقوا انها هتقابلها. ساعتها ماجدة عملت نفس اللي كانت بتعمله كل مرة، ولكن المرة دي تحصل حاجة ما كانوش متوقعينها، وهي انهم بعد ما خلصوا الحاجة الغير اخلاقية دي مع بعض، ولما جم يخدروا منار قومتهم وكانت مخبية مسدس، فطلعته وضربت عليهم نار، فالطلقة تيجي في نادية وتقع على الارض وتموت. ماجدة اول ما تلاقي كده طلعت السكينة بسرعة قبل ما الست تضرب عليها نار، وضربتها بالسكينة في قلبها، فالست تقع على الارض وهي سايحة في دمها. وبعدها بسنت وماجدة يخافوا ويطلعوا جري من الشقة، ومن كتر التوتر اللي هم فيه نسيوا يلبسوا النقاب. ويعدي يوم والتاني وابن منار يروح علشان يزور امه ويطمن عليها، واول ما يدخل الشقة يتفاجئ ان امه وقع على الارض ومن غير هدوم، ولقى جنبها برضو واحدة ست غريبة من غير هدوم. ولما يقرب من امه يكتشف ان امه مضروبة بالسكينة وميتة، فساعتها الشاب ده يتصدم ويتخض ويبلغ البوليس فورا. ولما البوليس يجي ويبدأ يحقق في الموضوع بيبقوا مستغربين من الوضع اللي فيه الجريمة، خصوصا لما عرفوا من ابن الست منار ان الست اللي كانت ميتة جنبها في الشقة دي ما يعرفهاش. ولكن رئيس المباحث يطلع ذكي ويفهم على طول ان الموضوع ليه علاقة بالشذوذ، ولما يفرغوا الكاميرات يكتشفوا ان في 3 ستات منقبين كانوا طالعين العمارة، وبعدها بساعة ونص يلاقوا ان في 2 منهم خارجين بيجروا وهم متوترين. فرئيس المباحث يبدأ يستنتج الموضوع كله ويتأكد ان الموضوع ليه علاقة بالسرقة وبرضه ليه علاقة بالشذوذ، لان الست اللي كانت معاها كانت من غير ملابس. وبعد التحريات البوليس يتعرف على هوية الست اللي كانت مقتولة جنب منار في الشقة، وبرضه يتعرف على هوية الاتنين الستات اللي كانوا بيجروا من العمارة، ويتضح ان هما التلاتة من منطقة واحدة اللي هي شبرا الخيمة. والحمد لله بعد بحث وتحريات يتقبض على بسنت في محافظة الفيوم، ويتقبض على ماجدة في محافظة المنوفية، لانهم كانوا هربانين من الشقة بتاعتهم علشان كانوا خايفين لحسن يتمسكوا. وعلى الناحية التانية ابن الست منار لما يعرف ان امه ماتت بسبب الشذوذ كان هيموت نفسه لدرجة ان هو اتعقد نفسيا ودخل مصحة علشان يتعالج، وما حضرش ولا مرافعة من المرافعات اللي تخص قضية امه. وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على بسنت وماجدة بالاعدام. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله هي بنت ماجدة، لانها هتتربى في دار رعاية، لانها كده اصبح ملهاش حد في الدنيا. ربنا يسترها علينا، وياريت ناخد بالنا من عيالنا وهم داخلين على النت، علشان المصايب بقت كتير والله العظيم، خصوصا على السوشيال ميديا. وانا عندي سؤال لحضراتكم، ازاي نفهم الجيل اللي طالع ده ان الشذوذ حاجة وحشة جدا؟ لان للأسف اغلب الافلام والبرامج بقت بتصدر للشباب ان الشذوذ ده حاجة عادية، وان كل واحد حر ويعمل اللي هو عايزه. مستني رأيكم في الكومنتات ان شاء الله، وما تنساش تعمل لايك واشتراك لو عجبك المحتوى، وتقول لي منين علشان اديك احلى تحية ونتعرف على بعض. سلام.